صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة جولتنا في فيكتوريا وشارع الجلاء. زي ما احنا شايفين دي منافذ بيع أمان. طبعا فيها أسعار أرخص، تحت سور محطة فيكتوريا. زي ما احنا شايفين فيها إقبال كبير، زحام. بعد كده بعد المنافذ في طبعا خضار وفاكهة، بياعين. ادي محطة فيكتوريا زي ما احنا شايفين، وهنخش بقى مزلقين فيكتوريا ومحطة قطر فيكتوريا. حبايبي المتابعين، جولتنا جميلة النهاردة. يا ريت ما تنسوناش باللايك، واللي جديد معانا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جولة احنا بنعملها في اسكندرية. زي ما احنا شايفين احنا داخلين كده على مزلقين فيكتوريا. بصوا الزحام. طبعا شارع الجلاء بيبدأ من هنا. ادي محطة فيكتوريا القطر. بصوا الشارع ده بالأخص كله بيبقى مليان بقى خضار. بصوا منافذ، طبعا دي كلها منافذ أمان، فيها أسعار رخيصة وفيها حاجات كويسة أرخص من بره. طبعا بيحاربوا الغلاء اللي بره. بصوا عربيات كمان، الشركة الوطنية جايبة خضار وفاكهة ولحمة. ده شارع الجلاء. هنا بقى هنخش شارع الجلاء لغاية الساعة. زي ما احنا شايفين كله فاكهة ومحلات ومحلة ملابس ومحلة بدل العرايس. ده شارع الجلاء. وفي مستشفى فيكتوريا، واللي احنا اهي دي قدامها تقريبا. بصوا محلات الملابس. ادي مستشفى فيكتوريا، هي مستشفى الصغر. مستشفى فيكتوريا هنلاقوها في شارع جانبي قدام شوية، لكن دي مستشفى الصغر. بصوا شارع الجلاء، عشان اللي ما يعرفش شارع الجلاء، شارع الجلاء أمام اسم المنتزه. بصوا كله محلات ملابس، محلات ملابس جميلة زي ما احنا شايفين. بصوا أكبر محلات الملابس، شارع جميل جدا. بصوا وأحذية وبدل العرايس، أتليهات طبعا لبدل العرايس، مليان كله محلات ملابس. بصوا كمان الشارع ده بيشبه شارع خالد بن الوليد. وطبعا احنا بالنهار، لو بالليل برضو بيبقى حاجة تاني خالص. شارع الجلاء من أجمل الشوارع في اسكندرية زي ما احنا شايفين. طبعا هو سوق تجاري كبير جدا، يشبه يعني هو أشبه من سوق خالد بن الوليد وميامي. أكتر شارعين متشابهين في اللي بيتباع، وطوله انه طويل زيه برضو نفس الطول. شارع طويل جدا. بصوا محل فساتين العرايس. بصوا ورا بعض ازاي فوق. في محلات فساتين العرايس ياما جدا. وفي بيتك اهو زي ما احنا شايفين، هنعمل له اعلان. طبعا ملابس البيت زي خالد بن الوليد. بصوا شبيه خالد بن الوليد بالظبط زي ما احنا شايفين، اكننا في خالد بن الوليد. كده بقى هندخل على ميدان الساعة. بصوا بقى هنا الميدان، طبعا الفاكهة والخضار وكل حاجة يحتاجها البيت بتتباع في الميدان ده زي ما احنا شايفين. ميدان الساعة ودي كوبري الساعة. خلصنا شارع الجلاء كده، دخلنا على ميدان الساعة. طبعا المشاريع بقى والميكروباصات بتروح حتت كتير جدا، زي مواقف كتير بتروح أماكن كتير. لكل مكان ليه موقف في المنطقة دي. عدينا تحت الكوبري، هنكمل بقى. بصوا شايفين المواقف، العربيات، خضار بقى وفاكهة وسمك وكل حاجة، سوق بقى.
بعد ما نعدي الكوبري من ميدان الساعة، المنطقة اللي احنا فيها دي، بصوا مواقف الميكروباصات. الميكروباصات دي بتروح لغاية البحيرة، ممكن تلاقوا كفر الدوار، العوايد، محطة مصر، كل حتة المواقف الميكروباصات دي. بصوا السوق بقى، سوق جميل جدا. بعد كده طبعا في المنطقة دي مفيش هنا ملابس، بس خضار وفاكهة زي ما احنا شايفين. بصوا، والفول الاخضر طلع بقى جميل طبعا، انا بحبه جدا الفول الاخضر، والخس بقى والحاجات الخضرة بتاعت الشتاء. طبعا احنا بعد ما نخلص المنطقة دي والشارع ده هنخش بقى على ميدان تاني. ميدان ايه بقى؟ ميدان السيوف شماعة. السيوف شماعة، عشان نبقى عارفين احنا ماشيين فين. يبقى احنا بدأنا منين؟ من عند مزلقان فيكتوريا. زي ما احنا ماشيين، لا حودنا شمال ولا حودنا يمين. لو عايزين تروحوا المنطقة دي من أول مزلقان فيكتوريا، محطة فيكتوريا القطر، هنمشي على طول الطريق اللي احنا مشينا فيه ده. لو عجبكم أي حاجة أو عاوزين تشتروا أي حاجة، من نفس الطريق، لا حودنا شمال ولا حودنا يمين، زي ما احنا شايفين لغاية طبعا صينية سيوف شماعة. نفس الطريق، شارع واحد، هو بس عدينا تحت الكوبري، بس برضو في الاتجاه واحد، ما حودناش اي حتة. حبايبي المتابعين، دي كانت جولتنا النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم في فيكتوريا وشارع الجلاء وايه اللي بيحصل هناك. واشوفكم الجولات الجاية، كملوا الجولة جميلة هتعجبكم.